يا أهلا بيكم يا محبي الأفلام والمسلسلات التركية. فيلم النهاردة بيبدأ مع غلم اللي راجعة من المطار بعد فترة غياب، لكنها بتتفاجئ إن بنت خالتها بس هي اللي مستنياها، ومفيش أي حد من أهلها جاي يستقبلها. بتسلم عليها وبتسألها عن أهلها، فتقولها إنهم سافروا روما يقضوا إجازة وهيرجعوا بعد كام يوم. غلم بتتزعل جدا وتحس إن محدش مهتم بيها ولا مقدر رجوعها، لكن أول ما بتوصل البيت بتكتشف إن الموضوع كله كان مجرد مقلب، وإن أهلها كانوا مجهزين لها مفاجأة كبيرة احتفالا بتخرجها. وقتها أخوها الصغير بيطلب منها تقول كلمة بمناسبة التخرج، لكنها فجأة بتحس بدوخة شديدة وبتقع فاقدة الوعي. بعد كده بننتقل لشخص اسمه أغل، واللي بيكون زعيم عصابة سرقات، لكنه في نفس الوقت عنده هوس غريب بالنباتات. أغل بيشغل مجموعة من الحرامية لحسابه وبياخد منهم كل المسروقات، وأي حد يحاول يعترض أو يخالف أوامره بيكون مصيره الموت. وبيشتغل مع 3 شباب محترفين في السرقة بيرجعوا له بغنائم آخر عملية نفذوها. وبنعرف إن الشباب ال3 موافقين يشتغلوا مع أغل لأنه وعدهم إنه هيساعدهم يوصلوا لأهلهم الحقيقيين، ولما يطلبوا منه ينفذ وعده بيأجل الموضوع ويديهم تفاصيل عملية سرقة جديدة، ويأكد لهم إن بعد المهمة دي هيكشف لهم الحقيقة. في نفس الوقت بنرجع للغلم اللي بتكون في المستشفى، وهناك بنعرف إنها بتعاني من فشل كلوي حاد، وإنها محتاجة متبرع مناسب في أسرع وقت. وإدها فوزي بيكون غان جدا ومش عارف يعمل إيه علشان ينقذ بنته. أما على الجانب الثاني فقمود بيبدأ يراقب بيت الهدف الجديد علشان يدرس المداخل والمخارج ويخطط السرقة. وبعد ما يتأكد إن أصحاب البيت مش موجودين تبدأ العصابة تنفيذ العملية. شيجي بيفصل كاميرات المراقبة والباقي بيدخلوا يدوروا على أي مقتنيات ثمينة. وأثناء التفتيش صمد بيعثر على عقد ذهب غالي وبيخبيه من غير ما حد يلاحظ. وخلال الأحداث بنشوف أوتو، واللي دايما محتفظ بصورة غلم ومعجب جدا بجمالها، لكن فجأة بتدخل عليه غلم بنفسها فيتصدم تماما من وجودها قدامه. وفي اللحظة دي بيوصل فوزي، لكنه يفتكر إن الشباب دول هم المتبرعين اللي جايين بسبب الإعلان اللي كان ناشره علشان يدور على متبرع ينقذ حياة بنته. ووسط حالة من الدهشة والاستغراب بيسألهم: انتوا دخلتوا البيت هنا ازاي؟ ومن هنا تبدأ سلسلة من المواقف والأحداث اللي هتغير حياة الجميع. لكن شيجي بيقول لهم إن الباب ما كانش هيقفل أصلا لأن كان في شبشب محشور وراه. بعد كده الكل بيروح المستشفى علشان يعملوا التحاليل اللازمة للتبرع، وهناك بيكتشفوا إن أوموت هو الشخص المتطابق مع غلمه، وبيتحدد موعد العملية بعد 3 أسابيع. وخلال الفترة دي بيبدأ يبقى فيه نظرات إعجاب واضحة بين أوموت وغلمه، وفي نفس الوقت بنشوف أوموت قاعد مع أصحابه وبيخططوا هيصرفوا ال1,000,000 ليرة إزاي. كان أخذ بالفعل الدفعة الأولى من الفلوس، أما الباقي فكان ناوي يزور علشان يعرف مكان أهل غلمه، وبكده يحتفظ بالفلوس الحقيقية ويبقى غني. وكمان كان مخطط إنه بعد العملية يعتزل السرقة نهائي. بعدها بيتفقوا إن صمد يروح لساسي أسي علشان يزور الفلوس، بينما أوموت يروح يقعد في بيت غلمه. وهناك فوزي بيعرض عليه إنه يفضل معاهم في البيت علشان يهتموا بأكله وصحته ويكونوا مطمئنين عليه قبل العملية، وأوموت بيوافق. ولما الكل بيتجمع على العشاء بيستغربوا من الأكل لأنه كان نظام غذائي خاص ومحدد حسب تعليمات الدكتور. وبالليل أوموت بيصحى من النوم وهو جعان جدا بسبب النظام الغذائي الجديد، وبينزل المطبخ يدور على أي حاجة يأكلها. وهناك بيتفاجئ بوجود غلمه هي كمان، وبيقعدوا سوا في الجنينة يأكلوا ويتكلموا. وخلال كلامهم بيتعرفوا على بعض أكتر، وغلمه بتحكي له إن العقد بتاعها اتسرق، وإنه كان غالي جدا عليها لأنه ذكرى من خالتها اللي توفت. وكمان بتقوله إنها بتحب نوع نادر من الزهور وبتتمنى تلاقيه في يوم من الأيام. وأثناء كلامهم بيشوفوا شهاب في السماء، فيقول لها أوموت إنها تتمنى 3 أمنيات. لكن فجأة تيجي جدتها علشان تطمن عليها، ولأنها ما كانتش عارفة إن أوموت موجود معاها بيضطر يستخبى ورا الشجر لحد ما تمشي. وفي اليوم اللي بعده بتروح غلمه مع عائلتها للمستشفى علشان الفحوصات الأخيرة قبل العملية. وفي نفس الوقت غلمه بتوصي أوموت إنه يلتزم بالأكل الصحي ويحافظ على نفسه علشان العملية تعدي على خير. لكن بعد ما أهل غلمة بيمشوا أوموت بيعزم أصحابه على البيت وبيقعدوا يشربوا خمرة ويقلبوا المكان كله فوضى. ولما غلمة بترجع وبتشوف اللي حصل بتتصدم جدا، وأمها كمان بتتعصب عليه بشدة لأنه شرب كحول، رغم إن ده خطر جدا على صحته قبل العملية وكده ممكن يضر نفسه ويضر بنتها كمان. أوموت بيحس بالذنب فبيطرد أصحابه من البيت ويدخل أوضته. وبعد شوية وهو خارج من الأوضة بيسمع غلمة وهي بتعيط فيروح لها ويحاول هو يصالحها ويعتذر عن كل اللي عمله. وبعد ما تهدي شوية بيطلعوا سوا على السطح وبيقضوا وقت جميل ولطيف مع بعض. تاني يوم أوموت بيتصل بشيجي ويسأله عن العقد، لكن شيجي بيقوله إنه ما يعرفش عنه حاجة. وأثناء المكالمة بيسمع صمد بيتكلم وبيقول إن أغلى طالب يشوفهم كلهم، وبيستغرب ليه أوموت مش معاهم. ساعتها أوموت بيقولوا إنه هيلحقهم بعدين. ولما بيروح لهم أغل بيكون متعصب جدا لدرجة إنه بيضرب صمد لأنهم بقالهم فترة طويلة مش بيشتغلوا وعايشين على حساب أوموت، وبيطلب منهم يرجعوا للسرقة تاني. وقتها أوموت بيفهم إن صمد هو اللي كان معاه عقد غلمة،
وده العقد اللي كان بيسأل شيجي عنه. ورغم الصدمة اللي حس بيها بيحاول يسيطر على نفسه وما يبينش أي رد فعل. بعد ما يخرجوا أوموت بيتخانق مع صمد لأنه خبى عليه موضوع العقد، وبيكتشف كمان إن صمد غيران منه. وقتها أوموت بيقرر إنه مش هيكمل في الخطة، وإنه بعد العملية هيرجع الفلوس الحقيقية لأغل وهيبعد عن الطريق ده نهائي. بالليل بيروح أوموت لغلمة وبيقرر يقول لها الحقيقة كلها، وبيعترف إنه دخل بيتهم في البداية علشان يسرقه، وإنه ما كانش يعرف أي حاجة عن موضوع التبرع، لكنه اضطر يوافق بعد كده علشان ما يتفضحش ويتبلغ عنه. غلمة بتتصدم جدا من اعترافه، ولما يحاول يكمل كلامه ترفض تسمعه فيمشي وهو مكسور. بعدها بيروح لأصحابه ويصالح صمد، وكمان يطلب من شيجي يجهز نفسه علشان عملية سرقة جديدة. شيجي بيستغرب لأن أوموت كان قرر يبطل السرقة، لكن أوموت يفاجئهم كلهم لما يقول إن الهدف المرة دي مش أي حد، الهدف هو أغل نفسه. وبتصحى غلمة تاني يوم وبتتفاجئ إن العقد موجود جنبها، وكمان لما بتنزل الجنينة بتلاقي الزهرة النادرة اللي كانت بتحلم طول عمرها إنها تبقى عندها. وقتها بتروح تشكر أوموت على الهداية الجميلة دي، وبتبدأ مشاعر الحب بينهم ترجع من جديد. لكن في آخر اليوم غلمة بتحس بتعب شديد وبتفقد الوعي، ولما بيودوها المستشفى الدكتور بيقول إن السبب هو الإرهاق، وإن حالتها وصلت لمرحلة متأخرة وخطيرة. ساعتها فوزي بيتعصب جدا على أوموت، وبيحمله مسؤولية تعريض حياة بنته للخطر، وبيقول إن العملية لازم تتعمل بكرة الصبح من غير أي تأخير. وكمان بيطلب من أوموت إنه يكون موجود الساعة 10 الصبح بالظبط. ولما أوموت بيخرج بيلحق فوزي وبيعتذر له، وكمان بيديله باقي الفلوس وبيكتب له شيك بالمبلغ كله. وفي اليوم الثاني بيروح أوموت لأغله وبيسلمه الفلوس، وبيطلب منه يعرفوا مكان أهله الحقيقيين. لكن أغله بيضحك عليه بسخرية، وبيعترف إنه كان بيخدعهم طول الوقت، وإنه أصلا ما يعرفش أي حاجة عن أهله، لأنه لقى أوموت تحت أنقاض بيت مهجور بعد الزلزال. ساعتها أوموت بيتعصب جدا وبيحاول يهجم على أغله، لكن أصحابه بيمسكوه ويمنعوه، وبيقول لهم أغلو إنه هيسامحوا المرة دي وهيعدي الموضوع. لكن وهم خارجين أغلو بيكتشف إن الفلوس مزورة، فبينادي عليهم قبل ما يمشوا. أوموت بيتصدم لأنه متأكد إنه كان معاه الفلوس الحقيقية، وبيكتشف إن صمد هو اللي بدل الفلوس من وراه. بيمسك أوموت في صمد وبيتخانق معاه وبيضربه، لكن أغلو ما بيصدقهمش حتى بعد ما عرضوا عليه الفلوس الحقيقية. وفي نفس الوقت الدكتور بيروح يسأل فوزي عن أوموت، لأن موعد العملية فات والساعة عدت 10 الصبح. لكن فوزي بيقول له إنه كلمه إنه أكيد جاي في الطريق، لكن محدش بيرد. وفجأة فوزي بيعترف إن الفلوس اتدفعت بالشيك قبل العملية. في الوقت ده غلمة بتتعب أكتر لأنها بتفتكر إن أوموت أخذ الفلوس وهرب وساب بنتها في أصعب وقت. غلمة بتحاول تتصل بأوموت لكنها ما بتقدرش توصله، وبتبدأ تقتنع إنه تخلى عنها وماشي. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. بنشوف أوموت وهو بيواجه أغل وبيطلب منه يسيب أصحابه ويمشوا ويطلق سراحه علشان يلحق ميعاد العملية، خصوصا بعد ما جاب له الفلوس الحقيقية. لكن أغل بيرفض وبيقتل شيجي قدام الكل، وكمان بيدي السلاح لصمد علشان يقتل أوموت. ولما صمد بيجهز نفسه يضرب النار، في آخر لحظة بيغير اتجاه السلاح وبيفرغ أغلب الرصاص في أغل وبيقتله. لكن واحد من الحراس بيرد بإطلاق النار، وبتصيب رصاصة صمد في بطنه إصابة خطيرة. وهو بينزف بيوصي أوموت إنه ما يضيعش وقت ويروح يلحق العملية. وبالفعل أوموت بيوصل المستشفى وهو في حالة حرجة جدا، وبيطلب من الدكتور يبدأ العملية فورا. لكن الدكتور بيرفض لأن أوموت كان مصاب بإصابات خطيرة وكسر داخلي في رجله، وده كان ممكن يعرض حياته للخطر أثناء العملية. رغم كده أوموت بيصر على موقفه، وبيطلب من أخوه غلمة يفتح الكاميرا ويسجل اعتراف منه إنه داخل العملية على مسؤوليته الشخصية. غلمة كانت منهارة تماما ومش موافقة، لكن قدام إصراره الشديد ما كانش قدامها غير إنها توافق. وبيعدي أسبوع كامل وغلمة أخيرا بتفوق من العملية. أول سؤال بتسأله كان عن أوموت، لكن الصدمة بتكون قاسية لما الدكتور يبلغها إنه موجود في العناية المركزة، وإن حالته حرجة جدا ومفيش أمل كبير إنه يفوق تاني. غلمة ما بتستحملش الكلام ده وبتجري على أوضته، بتقعد جنبه وهي بتعيط وبتعاتبه لأنه فكر يضحي بحياته علشانها، وبتترجاه ما يسيبهاش لوحدها. وبين دموعها وكلماتها بتسأله إذا كان ده الحب الحقيقي، إن الإنسان يضحي بكل حاجة حتى حياته علشان الشخص اللي بيحبه. وفجأة أجهزة المراقبة بتعلن توقف قلب أوموت، وبيفارق الحياة وسط صدمة الجميع. لكن في اللحظة اللي غلمة بتحس فيها إن كل شيء انتهى، بتسمع صوته بينادي عليها. وسط ذهول الكل بيرجع قلب أوموت ينبض من جديد وبيفتح عينيه، وساعتها بس بتتأكد غلمة إن الحب الحقيقي موجود فعلا، الحب اللي يخلي الإنسان يضحي بكل شيء علشان اللي بيحبه. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصات أفلام أول بأول.